هو احنا بنشتغل فعلا عشان نعيش ولا عشان نهرب من الفراغ ولا عشان خايفين نواجه نفسنا وأفكارنا؟ في دراسة كبيرة شملت 11 تجربة علمية طلبوا من الناس إنهم يقعدوا في أوضة ما يعملوش أي حاجة خالص، تقعد فاضي كده تماما مفيش أي حاجة تشغلك. فلاقوا حاجة غريبة جدا، لقوا إن أغلب الرجالة مستعدين إنهم يكهربوا نفسهم عشان التجربة دي تخلص، ولا إنهم يقعدوا ربع ساعة في جحيم الفراغ ده. كان 67% من الرجالة في مقابل 25% من الستات. رجالة غاويين شقة. عالم النفس الشهير فيكتور فرانكل اتكلم عن حاجة سماها عصاب يوم الأحد، اللي هو يوم الأجازة. يعني لقى إن ناس كتير بيحسوا بفراغ وجودي وعدم ارتياح وهم في يوم الأجازة، لأن الشغل هو الحاجة اللي كانت بتديهم هوية شخصية ومعنى لحياتهم. ده أنت لما تيجي تتعرف على حد بتسأله أنت بتشتغل إيه، كأن المهنة جزء من هويته الشخصية نفسها. فاللي عايز أقوله إن الشغل في حد ذاته مش شرط يبقى هو العدو الحقيقي، لكن المشكلة في طبيعة الشغل نفسه.